هنعمل النهارده بقى صينيه مسقعه بجد تستاهل بقكم. سهله جدا ما فيهاش اي حاجه، هتعمليها والله يعني في اقل من ساعه. تعالوا بقى اقول لكم عملنا الكلام الجميل ده كله ازاي. ما تنسونيش بقى في لايك والشير ودعوه حلوه كده منكم. اول حاجه بقى هتجيب بتنجانتين او 3 بتنجانات حسب يعني الكميه اللي انت عايزاها. انا هنا عملت 3 كده صغيرين. قطعتهم كده شرايح طبعا بعد ما غسلتهم. بعد كده رشه الملح علشان ما تشربش منك زيت كتير البتنجان وانت بتقليه. بعد كده عندي كمان بطاطسايه مقطعاها كده شرايح رفيعه، وقرن فلفل حامي وقرن فلفل رومي مقطعاها كده مكعبات. هروح بقى عندي في طاسه على النار احط 3 معالق زيت، وهنزل كانت عندي اقل من ربع كيلو لحمه مفرومه انا معصجاها كده حطاها في الفريزر. حط عليها البصل وفلفل اسود وبهارات لحمه، وكمان رشه كزبره ناشفه، وهشوحها كده لحد ما تستوي معايا. بعد كده احمر البطاطس، وبعد ما حمرت البطاطس هنزل بقى بالبتنجان احمره. بعد ما حمرت البتنجان هنزل بالفلفل كده اشوحه. خلاص حمرت عندي بقى الخضار اهو. هاجي بقى ب4 فصوص توم كده. تقشير التوم ده سهل جدا، تضغطي عليه بالسكينه كده وبعد كده هيتقشر معاكي بكل سهوله. الموضوع سهل خالص وبسيط. بعد كده بقى هفرم التوم بتاعي كده في الهون او افرميه زي ما تحبي. عندي بقى مكان الطاسه مكان قليه البتنجان، شلت بس شويه زيت وحطيت حبه زيت صغيرين. نزلت بقى بالثوم المفروم وشويه كزبره ناشفه وهشوحهم كده. وبعد كده هنزل بالصلصه بتاعتي، كوبايتين عصير طماطم، وحطيت على الاسود وملح وخل ومعلقه سكر صغيره، والخل معلقه صغيره. بشاميل حطيت كوبايتين من الحليب، عليهم معلقتين كبار من الدقيق، وعليهم فلفل اسود وملح، ونقلب كده على البارد. وادي البشاميل على البارد. خلاص نيجي بعد الصلصه ما اتسبكت هنزل عليهم بقى باللحمه المفرومه اللي انا عصجتها معايا. وهديها بس كده، اسيبها على النار كده تقلبتين لحد ما اللحمه تشرب كده من الصوص الاحمر. والبشاميل خلاص كان عندي جاهز بقى كده تمام. اروح بقى للصينيه بتاعتي، هحط فيها كبشه من البشاميل كده في قاع الصينيه. وبعد كده هرص البتنجان اللي انا حمرته طبعا معايا في الزيت. ممكن تحمريه في الفرن عادي بمعلقه زيت لو انت مش حابه الزيت الكتير. هنا بقى حطيت راق بتنجان، وبعد كده راق من اللحمه المفرومه، وبعد كده هحط راق من البطاطس، وهحط فوق راق البطاطس لحمه مفرومه طبعا بالصلصه اللي احنا عاملينها. وبعد كده هحط الفلفل بتاعي، وبعد كده هحط بقيه الصلصه اللي انا عاملاها باللحمه المفرومه. بعد ما اخلص الصلصه باللحمه المفرومه كلها هحط على الوش البشاميل، صوص البشاميل بتاعي، وهدخلها في الفرن تحمر من فوق ومن تحت. هشغل الشوايه طبعا تحمر من فوق. وكانت عندي خلاص بعد ما استوت، بعد ما اتحمرت هي طبعا الحاجه مستويه، فانا سبتها بس تتحمر في الفرن. وكانت تحفه، وجربوها وان شاء الله تعجبكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.